مدفع الإفطار اضرب. الحكاية بدأت بصدفة غريبة لحد ما بقت أهم طقس رمضاني في رمضان كله. الرواية الأشهر بتقول إن في عهد الخديوي إسماعيل الجنود كانوا بيجربوا مدفع جديد وقت الغروب في شهر رمضان. الناس فرحوا بده جدا وافتكروا إن ده تنبيه من الخديوي علشان يفطروا. ولما الحاجة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل عرفت قد إيه الناس فرحت، أصدرت قرار رسمي إن المدفع يضرب عند الفطار وكمان السحور. ومن هنا بقى اسمه مدفع الحاجة فاطمة. قصة المدفع بتعلمنا قد إيه إن الفرحة ملهاش وقت، وقد إيه إن المصريين سهل إن هم ينشروا الفرحة والسرور. دلوقتي بقينا نعرف ميعاد الفطار من الموبايلات والساعات. بس لما بنسمع جملة مدفع الإفطار اضرب، بنحس إن فعلا رمضان وصل. قولولي يا جماعة بقى في الكومنتات، انتوا سمعتوا صوت المدفع قبل كده ولا لأ؟ ما كانش موجود على زماني.